طبي عراقي متخصص في مستشفى الناصرية للقلب ينجح في عملية زراعة قلب صناعي لمريضين، أحدهما من محافظة ذي قارة والآخر من البصرة، لتعلن هنا إثرها وزارة الصحة مستشفى الناصرية مركزا وطنيا لزراعة القلب والرئتين. نجاح آخر يسجل لمستشفى الناصرية للقلب بإجراء عمليتين جديدتين لزراعة قلب صناعي لمريضين من محافظتي البصرة وذي قار، بعد نجاح العملية الأولى التي أجريت لمريض يبلغ من العمر 60 عاما، كان يعاني من عجز القلب الاحتقاني غير المستجيب للعلاج، وتعد هذه العمليات الأولى من نوعها في العراق. إنجاز عمليتين لزراعة قلب صناعي لمريضين، أحدهما من أهالي الناصرية يبلغ من العمر 38 عام، والآخر من البصرة عمره 62 عام. الحمد لله العمليات تكللت في النجاح. لدينا عيادة تخصصية في عجز القلب وهي الأولى من نوعها في العراق. تحديد عدد من المرضى وعرضهم على اللجنة المختصة، وبعد مناقشة الحالات بالتفصيل تم اختيار مريضين لهذا العمل. أجرت العمليات وبنجاح وتفوق إن شاء الله. مع كل حالة من هذه الحالات تزداد الخبرة وتزداد الثقة بالعمل. العمليتان أجريتا من قبل فريق طبي عراقي، حيث تعد هذه العمليات بالمتطورة والمعقدة. مدة العملية الواحدة تصل إلى أكثر من 7 ساعات، يقوم فيها الكادر الطبي بتركيب جهاز لقلب المريض بعد أن تصل حالته الصحية إلى عدم الاستجابة للعلاج. أجرينا في اليومين الماضيين عمليتان معقدتان، تجرى ثاني مرة في مستشفانا ولأول مرة في العراق. طبعا هي فترة طويلة من المعاناة، يعني أنا حتى سافرت بي برا وما حصلت نتيجة، سافرت بي لأكثر من دولة، روسيا وسافرت بي لإندونيسيا، ورجعنا بعد هاي الفترة بأنه ما حصلنا نتيجة. دخل العمليات البارحة بين 7 و8 وكان الموضوع جيد جدا. وبذلك أعلنت وزارة الصحة العراقية أن مستشفى الناصرية للقلب في محافظة ذي قار مركز وطني لزراعة القلب والرئتين. لقناة العراقية الإخبارية سنان خفاجي، ذي قار.